هو رحمة للعالمين ومنة، في حبه نلقى رضا ونعيما. يا من تحبون النبي محمدا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحلى وأغلى متابعين، نتمنى يا رب يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غنقدم معكم واحد الوصفة اللي ما كتخطى حتى بيت مغربي، وخصوصا في الشهر الكريم. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحة وبالسلامة يا رب. هاد الوصفة من تراثنا الأصيل ومن مطبخنا المغربي بامتياز. اليوم غنقدم معكم وصفة سلو. هذه ماشي اول مره غنقدمها معكم في القناه. العام اللي فات كنت قدمتها معكم، ولكن المميز هذا العام انني غنحضر معكم هذا السلو ان شاء الله يعني بدون دقيق رطب. كيجي اكثر من رائع، صحي، وغنستعملوا فيه يعني تشكيله من الحبوب. بقاو معايا لاخر الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. وكذلك بغيت نقول كلمة شكر في حق الناس اللي تفاعلت مع الفيديو اللي حطيت مؤخرا، اللي هدرت فيه على الدكتور فايد، اللي حدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. بغيت نقول لكم شكرا على تفاعلكم، شكرا على كلماتكم ودعواتكم الصديقة. ان شاء الله غادي ان شاء الله باقي الخير في الدنيا، وباقي الناس اللي قلبهم عامره بالايمان الحمد لله. مازال غندير ان شاء الله فيديو غنرد على بعض التعليقات والانتقادات اللي جاوا في هذا الموضوع في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. بالنسبه للسلو، يعني كل منطقه وشنو يعني العناصر اللي كيدخلوا في هذا السلو. بالنسبه لنا حنايا يعني كنستعملوا فقط اللوز والزنجلان، وكذلك يعني بالنسبه للزرارع يعني هذا النافع، وايضا حبه حلاوه والقرفه. بالنسبه للدقيق هنا اللي انا استعملت 3 ديال الانواع ديال الدقيق. عندي هنايا 2 كيلو ونصف من الدقيق يعني في المجموع. عندي دقيق يعني الكامل بالنخاله ديالو، كنحمروه وكنطحنوه، كنعاودو نطحنوه باش كيولي لين وما كيجيش حرش. كذلك عندي الشعير، دقيق الشعير حتى هو حمرناه، وايضا دقيق الشوفان. واخا تشوفوا اللون ديالو بيض راه غير الاضاءه، راه محمر مزيان. بالنسبه للوز، هنايا درت كيلو ديال اللوز، طحنته على شكل بخاليني يعني حتى كيولي بحال هكا، باش هو اللي غيعطينا ديك الماده الدسمه باش ما نكثروش يعني اللدام. هنايا عندي ايضا الزنجلان، حتى هو خديت نصف كيلو هنا، طحنته على شكل بخاليني. هنا بالنسبه للزنجلان عندي 2 كيلو، ايضا اللوز 2 كيلو، يعني كنقسموهم. مثلا اللوز درت منه عاود نصف كيلو، راه هو هرمشته يعني بالقشر ديالو، وحتى اللي طحنته بخاليني حتى هو راه طحنته بالقشر ديالو. بالنسبه للزنجلان يعني الجزء الاولاني طحنته هرمشته، والثاني حمرته في الفرن، والثاني دهنته حتى هو بالزيت وخليته يعني صاين وحمرته. يعني ملي كنحمروه في ديك الزيت كيعطينا واحد القرمشه. بالنسبه للجزء الاخير اللي بقى لنا ديال اللوز يعني فسخناه وخليناه صاين، من بعد غادي نزيدوه يعني للسفوف. بالنسبه للماده الدهنيه انا زدت هنايا الزبده، حطيتها الا ما كفاتنيش يعني هاد الدهون اللي كاين في اللوز وسميتو، لان ولادي انا كيبغيوه شويه يعني ميدم، غادي نضيف. بالنسبه لكم نتوما الا كتبغيوه ناشف يعني غتكتفيو غير بالدهون اللي كاينه في الزنجلان واللوز. عندنا القرفه، حبه حلاوه، وايضا النافع البلدي او النافع البستاني، المهم كله كيدير على حسب الرغبه وعلى حسب يعني المتوفر عنده. هنا عندي المسكه الحره، حتى هي شديناها دقيناها بشويه ديال السكر حبيبات. السكر كلاصي هنا يعني الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. انا ما كثرتش، درت تقريبا شي 300 غرام ولا 350. هنا كنشدو يعني داك الدقيق ديالنا، كنعاودو يعني واخا هو راه منخول من قبل، كنعاودو ندخلوه المره الثانيه باش نتفاداو اي كويرات هكا في الخليط. صافي هنا من بعد ما يعني نساجموا لينا داك الحبوب مع بعضياتهم، هو الشعير الخرطال ودقيق الزرع عفوا. صافي كنضيفوا هنا كنضيف ديك السنجلان اللي محمر يعني في الفرن، مغسول ومنقي بطبيعه الحال ومحمر في الفرن وهرمشناه يعني غير هرسناه. ايضا اللوز اللي بالقشر ديالو حمرناه في
في الفرن وهرمشناه. ايضا غنضيفو الزرارع ديالنا اللي هما النافع، حبه حلاوه، وغنضيفو اكيد القرفه. هادشي كله كنعاودوه يعني بالغربال. هنا اللوز انا يعني الزنجله قسمته على 3 ديال الحصص، واحد يعني جزء واحد طحناه بخليني، وواحد يعني حمرناه في شويه ديال الزيت في الفرن صحيح، والاخر يعني حمرناه في الفرن بدون دهون ويعني وهرمشناه. هنا بالنسبه للمسكه الحره باش هكا كنحصلوا على واحد السفوف اللي تيكون يعني منسجم، يعني فيه القرمشه. يعني ما كان دابا حاليا ولا كلشي كيمشيو للمحلات الجاهزه اللي كطحن السفوف وتيعطيوه كلشي وتيطحن، يعني ملي كتجي تحطيه في فمك يعني تيلصق لك في اللها، يعني ما كتبقايش تحسي بشي حاجه اللي هي كروستيون. بهذه الطريقه هذه يعني كتحافظي على السفوف كما هو، يعني كتحسي باللذه ديال كل حاجه، وكتحسي بالقرمشه ايضا في الفم ديالك. يعني كتلقاي طريفه اللوز، كتلقاي الزنجلان صاين، يعني هكا انت كتاكلي وانت كتسمعني ليا في ديك الدغيمه ديال السفوف. سمحوا لي راه صوتي مغنغن قايسني البرد، سمحوا لي قبلوا عليا. المهم هنايا من بعد ما خلطنا ديك الزنجلان حتى هو اللي قلنا محمر، صافي هنا كنضيف واحد شويه ديال خديت نقصت واحد الكميه بعدا ديال هاد السفوف هذا. انا غنديرو ما غنديرش فيه السكر، وهذا اللي بقى هنا في القصعه يعني غنخلط فيه السكر، يعني غندير فيه الحلاوه. صافي كنخلطوا يعني السكر مزيان حتى كينسجموا الحبيبات مع الخليط كامل اللي عندنا، ومن بعد غنبقاو نضيفوا الحوايج اللي هما يعني سائلين، اللي هو اللوز والزنجلان اللي طحناه على شكل بخاليني. يعني كنحاولوا يعني الزيوت ديال اللوز والزنجلان نستافدوا منها حتى هي. هاد السفوف صراحه خص الانسان يعني يدير كل حاجه يعطيها حقها، لا في التحمار ولا في الطحين ولا، باش هكا يحصل على واحد الوصفه اللي هي زوينه ومنسجمه. انا هنا خليت شويه لهداك السفوف الاخر يعني اللي غندير بلا سكر. صافي درت اللوز والزنجلان وغنبدا نخلط الكل يعني حتى ينسجم العناصر كامله ويتلبس لينا ديك اللوز والزنجلان بديك الحبيبات ديال الدقيق والزرارع. هنا في هذه المرحله اللي ما كيبغيه يابس بحال هكا يعني ناشف، صافي يوقف هنايا. انا بالنسبه لي وليداتي كيبغيوه يعني يكون شويه ميدم. انا غنضيف هنايا الزبده نوازيت، كنحيدو ضروري نحيدو منها الحليب، وكنديروا معاها واحد القبيصه د الملح ملي كنكونوا كندوبوها، باش هكا كنحيدو ديك البسوله ديال الحلاوه اللي في السوق وكنصحوا الذوق. صافي وتنبداو نعجنوا. هنا نعطيوه الكف مزيان وندلكوه مزيان حتى كينسجم مزيان وكيدخلوا جميع العناصر، ونحاولوا نبيتوه ليله كامله باش نشوفوا يعني الطحين واش شرب ديك الدهون ولا لا، بحال هكا. وغنغطيوه ونخليوه يبات. ومن بعد كيبقى لنا اللوز ديك اللي في السخنه تنضيفوه ليه حتى لغد ليه. هنا بالنسبه لهداك السفوف اللي نقصنا يعني ما غنديرش فيه السكر، انا غادي نضيف فيه واحد شويه د العسل الحره، وغنضيفوا له واحد شويه زيت الزيتون. يعني هذا بالنسبه كفكره للناس اللي باغين يعني اللي ما تياكلوش يعني الدهون، يعني تيكون صحي 100%. بالنسبه للناس اللي كيستعملوا يعني في سلو ديالهم كيستعملوا فيه الكاوكاو او اشياء اخرى، يعني كيبقى داكشي على حسب الرغبه وعلى حسب كل منطقه وشنو كيديروا في السلو ديالهم. بالنسبه لينا حنايا هادشي اللي كندخلو في السلو، وكل يعني كل واحد كتبقى دائما على حسب الرغبه، وكذلك على حسب يعني الاستطاعه ديال كل واحد. بالنسبه لي انايا هذا هو السلو اللي حضرت معكم اليوم. هذا هو الشكل النهائي، كيجي اكثر من رائع، واحد البنه خارقه كتجي فيه رائعه. نتمنى ان شاء الله تروق الاستحسان ديالكم. اللي شاف الفيديو عجبته الوصفه اكيد يخلي لي لايك، وكذلك يشجعني ويشترك في القناه الا مازال ما اشترك. مرحبا بالجميع، الى فيديو جديد ان شاء الله ويوم جديد، مع السلامه.